ربنا ما خلقنيش اعيش ترس في آلة مش بتاعتي، لا هو خلقني لوحدي وهيحاسبني لوحدي، يبقى خلق لي قصة لوحدي. فين قصتي انا بقى؟ يعني انا فين قصتي في الحدوته؟ لو طلعت زي ما ابويا قال لي، هو كان بيقشر الخس مثلا يرمي الورق، فبقول له طب هو الفايده فين؟ في اللي رميته ولا اللي هتاكله؟ مش عارف. الكوسه مقورها، الفايده في اللي رميته ولا اللي هاكله؟ ولا مفيش فايده وانت بتقنعني؟ فص التوم اللي بيحرق لي معدتي وبيعمل لي انتفاخ وبيخلي ريحه افرازاتك مش كويسه، ازاي يبقى مفيد في نفس الوقت؟ اسئله بس. طرحها كان بسيط وكان اجابتها ممكن تبقى بسيطه لو لقيت قدامي علم يقين وخلاص، يعني قدامي حاجه حقيقيه. لكن انا دايما بسمع بيقولوا والدراسات بتقول، مين عملوا الدراسات دي ازاي؟ يعني دراسه فص التوم اللي بيزيل الشرايين ده ازاي عملوها؟ ازاي؟ سؤال يعني فص التوم اللي بيخفف الشرايين اكله توم بس يعني، ولا ضاف له التوم على ملوخيه، ولا حط له التوم في كبسوله؟ يعني عملتها ازاي؟ وايه الجرعه؟ وكشفت على الشرايين دي اتفكت ازاي؟ طب انت عارف سبب تصلب الشرايين؟ ما توقفوني يا جماعه عند محطه. انا كنت دايما اقول لهم ايه، انا لو مش عارف الساعه دي بتشتغل ازاي مش هلبسها على فكره. انا لازم يكون عندي شويه بيزكس. الله، طب افرض بكره الدنيا دي عطلت، زي انهيار صناعات كتيره واختفاء صناعات كتيره انتهت مع موت اصحابها. يعني صناعه الفولاذ الدمشقي مثلا ده اختفى ليه؟ عشان اصحاب الحرفه اختفوا، نقطه، خلاص خلصنا. الحملات الصليبيه كانت بتيجي تاخدهم وتخفيهم. سر التحنيط اختفى ليه؟ مات اصحابه، خلاص خلصت. يبقى معنى كده ان حضرتك لازم تقف عند العلم اللي بيوصل لك وتفكر، تقف عند الاوردر اللي بيجي لك وتفكر. يعني انا بعتبر النهارده، طبعا انا 46 سنه، فلما بتيجي النهارده تفكر معايا الاقي ان انا طبعا في سن الطفوله بتاعي اما تمردت كان طبيعي، واما ابني النهارده بيتمرد عليا طبيعي ان انا يتمرد عليا. اللي هو الاله بيخاطبه امتى؟ مش الاله. او عشان كده بيقول لك قد اعذر الله الى رجل ابلغه 60. ليه؟ عدها بكل المراحل. يعني في فتره مراهقته اتمرد على اهله وخرج عن اطار المجتمع بتاعه، بس رد تاني، رد للاسوأ، رد لهواه، ما ردش للمرجعيه اللي انا نزلت الارض ليها. ما هو تمرد ابراهيم على ابوه مثلا حصل في سن ايه؟ البلوغ ده 13 14. ايه الاصنام دي؟ ايه التماثيل دي؟ سؤال، مجرد اندهاش. العكوف على هذه الاصنام ليه؟ انا عاكف على الدراسات دي ليه؟ مجبر ليه ناكل كوسه كل يوم عشان فيها زنك مثلا؟ ازاي هو بعدين اما كنت بتقول للناس في الاول تغذيه علاجيه، يقول لك هتعالجني بايه يا باشا؟ لا اله، يعني هو فاكر ان انت طالما اسمها تغذيه علاجيه انت بتغذيني ايه وهتعالجني؟ ما هو هو فاهم ان الغذاء علاج. غذوه، مش هي بتقال كده؟ اكلوه. مش هو ده المتوارث؟ لا مش ده المتوارث. لما جه نبي بقى وفيه هدي وبتاع، امال انت ما وقفتش ليه؟ مش في محطه في حياتنا برضه؟ ما انا جيت وقفت. على فكره انا عمري ما قلت ان نظام كلامي وعشان خاطر تفهم كلمه نظام الطيبات، هو مش نظام معين، هو اسلوب حياه يعني. فلما تيجي تتكلم فيه مبني على قران او مبني على سنه ما شابه، انا عمري ما قلت كده خالص خالص. بالعكس انا وصلت للقصه علم، لكن اما لقيتها ماشيه دين انا لازم اعترف واسجد. خلصت. ما هو انا بقى قعدت 7 سنين ماشي علم، واتصل باساتذتي اقول له ازاي حمض المعده مهم وازاي بوقفه بدواء، ما يعرفش يرد فاقفل، وابدا ادور تاني. ازاي السكر بيعلى في كل المستويات مع كل الحالات الحرجه دي والعيان عايش وبيستفاد، واول ما بنزل سكره بيحصل له مشكله ما يردش قوم قافل اللي وراه. اتصل، عملت تشابترز، فصول من فكر الجديد بقى. ما اصله خلي بالك الفكر الجديد خالص على اللي انا درسته، فبدات الكتب احطها قدام بعض واناظرها. دي اتفاقات بس يا جماعه، يعني ده اتفاق، احنا اتفقنا على ده، لكن مش ده الحقيقه. محدش يعرف سبب السكر والا كنا منعناه. منع مرض السكر unknown، غير معلوم. مرض الضغط unknown، غير معلوم. الصرع unknown، غير معلوم. الورم unknown، غير معلوم. مفيش مرض معلوم السبب اصلا.
غير قله بقى من الامراض، زي مثلا اقول لك بس خلي بالك انا بفسر كمان بالقله دي بعض الاعراض مش امراض. يعني بقول في واحد عنده انزيم ناقص اسمه G6PD في جسمه، فكرات الدم الحمراء بتتكسر لما ياكل فول فسميها انيميا فول، يبقى انا عرفت اوصف صح. فالانزيم ده احنا قلنا ان هو ناقص، فممكن ده نعتبره مرض، خلاص ماشي موافق. بس يقول لك امنعه ازاي؟ ما تاكلوش فول، تخيل. يبقى امنع تصح، امنع تصح، امنع تصح، مش خذ عشان تصح. يعني دايما يقول لك ظهري بيوجعني، اخد له ايه؟ لا ما تاخدلوش، اوقف له ايه؟ شوف انت خدت ايه عمل لك الم في ظهرك، خدت ايه تعب قولونك، خدت ايه عمل لك ضبابيه في الذاكره، خدت ايه خلى جلدك يلتهب، خدت ايه خلاك تصدع. هو ده